شفتوا المشهد ده يا باشا او ده؟ انت هنا وظيفتك تحميني وبس. طب سيبك من دول، شفتوا كمان ده؟ استنى، انت بتكلم مين؟ ليه في 2026 لسه بنشوف المشاهد دي؟ هل انتم متخيلين ان دي تبقى ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين عبد العزيز الجميلة اللي دايما كان تمثيلها حلو وكنا بنحبها، يبقى ليه منظرها فيك قوي كده؟ او هي ليه بتزعق لنا اصلا ليه كده؟ هو تمثيل ياسمين عبد العزيز ايه اللي حصل له؟ عشان كده احنا جايين النهارده نعرف هو ايه اللي حصل لياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز كانت معروفة جدا بخفة دمها من وهي صغيرة، وعشان كده كانت دايما بتطلع في الإعلانات. يمكن أول عمل ليها كان مسلسل امرأة من زمن الحب، ومن بعدها ابتدت تاخد أدوار كتير وابتدت تتعرف عند الناس، مثلا مسرحية كده أوكي، أو رشة جريئة، أو فيلم فرحان ملازم آدم، لحد لما بعد كده ابتدت ان هي تتجه للادوار الكوميدي زي حاحة وتفاحة وزي ثلاثة يشتغلونها، وغير كمان صايع بحر. كنا بنشوف منها انها ممثلة شاطرة تقدر تعمل كوميدي وتقدر تعمل اي حاجة تاني. انا في 2009 مثلا في الثلاثة يشتغلونها انا دخلت الفيلم ده مرتين في السينما من كتر ما انا بحبه ومن كتر ما انا بحب ياسمين عبد العزيز. حاحة وتفاحة، تمن دستة اشرار، الثلاثة يشتغلونها، ده كان البيك بالنسبة لي ليها. وبعد كده هي ابتدت تاخد سكة الكوميدي او الرومانتك كوميدي، والكوميديا اللي هي موجهة للاطفال اكتر، زي ما شفنا في الدادا دودي او الانسة مامي او الابلة طمطم. وكل ده بنى رصيد كبير في السينما عند ياسمين عبد العزيز. ولكن ياسمين عبد العزيز ما كانتش نجمة في السينما بس، فاتجهت كمان للدراما. ففي 2016 كانت عاملة مسلسل اسمه هربانة منها. انا بصراحة ما شفتوش قوي، بس انا فاكر ردود الافعال كانت كويسة جدا عليه. وبعدين ابتدت انها تتجه للادوار الدرامية شوية، وعملت مسلسل اسمه ونحب تاني ليه مع كريم فهمي وشريف منير. والثنائية دي هتكمل معانا قدام بس مش دلوقتي، لانها بتشتغل مع احمد العوضي في مسلسلين اللي ملوش كبير وضرب نار، واللي كانوا مكسرين الدنيا، خصوصا اللي ملوش كبير. وبترجع تاني تعمل الثنائية اللي كانت ناجحة مع كريم فهمي بمسلسل وتقابل حبيب، اللي كان برضو حقق نجاح كبير في موسم رمضاني كان قوي زي السنة اللي فاتت. فازاي الكارير ده كله يتحول للشخصية الغريبة اللي احنا شفناها السنة دي؟ هل ده ليه علاقة بعلاقاتها الشخصية؟ يعني مثلا ياسمين في حياتها الشخصية كانت متجوزة من محمد حلاوة وقعدوا 17 سنة جواز، وبعدها اتجوزت احمد العوضي، ومن بعدها ياسمين ما بقتش ياسمين بتاعت زمان، لانها اتجهت معاه للادوار الدرامية، وفي المسلسلين اللي هي مثلتهم معاهم كانوا ناجحين. هل نقدر نقول ان اللي حصل ده بسبب العوضي، ولا هي اصلا مش ممثلة متمكنة؟ خلينا نقول ان هي كانت ناجحة في اغلب اعمالها الكوميدية، لكن في الدراما مش دايما بناجحة. تعبيرات وشها غريبة جدا، مش عارف بقى هل ده بسبب البوتوكس والعمليات اللي بوظت ملامحها وبوظت رياكشناتها، ولا ايه بالظبط. تحس كده من وقت جوازها من العوضي والعوضي عضها وبقى هو ده ادائها في العموم. يعني هي كان عندها بوتنشال وللاسف البوتنشال باظ، ونسيتها ضاعت، بقت عايشة في دور وحش الكون بجد. وخلينا برضو نعترف ان اسم ياسمين عبد العزيز كان قوي جدا من بعد جوازها من العوضي، والعوضي اسمه ابتدى ينجح بس عشان هو اتجوزها، وبعد كده بقى مع مرور الوقت والاداء والمسلسلات خد تون وبعدين نجح لوحده. تعيق وتبريق، الكلام ده ممكن يعدي في الكوميدي لكن ما يعديش في الدراما. طب هل ممكن يكون دورها السنه دي ده وحش بس علشان المخرج ما كانش افضل شيء، ما عرفش يوجهها، ما كانوش مهتمين بالعمل بما فيه الكفايه، ما كانش فيه وقت للتصوير، ما كانش فيه وقت للاعاده، كل ده مبررات. بس فعلا تحس ان العلاقه ما بين العوضي وياسمين يعني هي اللي وصلتهم للمرحله دي. يعني من كتر ما هما الاتنين بقوا ملايقين على بعض، يعني انا بتمنى والله ان هما يرجعوا يتمثلوا تاني مع بعض، وحقيقي نشوف مسلسل واحد وحش بدل ما اتنين وحشين ومطلعين عينينا كده. طب ما السنة اللي فاتت في وتقابل حبيب كان دورها كويس، وده كان دور درامي، اقول لك ممكن، بس السنة اللي فاتت كانت عاملة دور المقهورة اللي هي بتتظلم، وده بياكل معانا قوي بصراحة. ادينا شايفين مي عمر في الست موناليزا. انما السنة دي طالعة بدور الست المستقوية اللي بتزعق وبتبرق وبتتخانق مع كل الناس ومحدش بيحبها رغم انها ناجحة. وطبعا قصة الحب هتبقى كليشيه جدا ان هي تحب البادي جارد بتاعها، الكلام ده اتعمل في كود 36 من 17 سنة. ازاي ممثلة بتمثل دور ان هي ممثلة مش عارفة تمثل ان هي ممثلة؟ هل ده مثلا ممكن يكون بسبب السيناريو وحش فهي مش عارفة تنطلق منه؟ معرف. وممكن يكون احنا بنأفر وبس، هي مجرد مس كاست المرة دي، او هي المرة دي ما كانتش في افضل احوالها وهي ما حصلهاش حاجة وكويسة وزي الفل. بس في ناس تانية بتقول هي بصراحة ده ادائها طول عمرها،
هي ما كانتش افضل شيء، وكانت بتنجح بس في الكوميدي، والادوار دي ما تلقش عليها من الاساس. غير بقى التيمه اللي بقت موجوده في كل مسلسلات ياسمين عبد العزيز، اللي هي ايه؟ مبدئيا عشان نسمي اسم المسلسل لازم نبقى كرييتيف، لازم نبقى حاجه ما اتعملتش قبل كده، لازم نحط حرف واو. ونحب تاني ليه، تقابل حبيب، وننسى اللي كان. حتى كان في فيديو شفته بيتكلم عن ان احنا ازاي بننقي اعمال ياسمين عبد العزيز، بصراحه كان جميل جدا. واما مقهوره يا اما برنسسة زمانها، ليه ما فيش الوسط؟ المهم لحد دلوقتي بعد مرور 6 حلقات من مسلسل ننسى اللي كان، انا زعلان على ياسمين عبد العزيز، انها موهبه جميله وبنحبها، وانا شخصيا كنت بحبها جدا وانا صغير، فانها تتحول لهذا الشيء انا بصراحه متضايق عشانه. فهل اللي حصل ده مجرد بس يعني خطأ، مجرد مسكاست وده اللي حصل بس في المرة دي والدنيا ما ظبطتش، ولا هي خلاص فعلا نقدر نقول انها راحت عليها، او ان هي لازم تراجع نفسها وما تعملش الادوار دي؟ هستنى بقى رايك في الكومنتس. ده اللي حصل النهارده، ده فيديو بسيط كده نتكلم فيه عن اللي حصل لياسمين عبد العزيز. قولوا رايكم في الكومنتس، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.